السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الكشري باللبن اللي مكسر الدنيا كده على السوشيال ميديا، بس هنعمله بأسهل طريقة. تخيلي انا معايا الكنافة اهي مطلعاها من الديفريزر، جبتها كده وحطيتها في الديفريزر، جمدت وطلعتها كده عشان ايه تبقى سهل عليا كده ايه ان انا افركها. لو انت مثلا لسه جايباها وعايزة ايه تعملي على طول وما تحطهاش في الفريزر، هتقصقصيها عادي بالمقص، بس كده يعني هيبقى اسهل. زي ما انتم شايفين كده هي بتتفرك معايا بكل سهوله. ومعايا الكنافه اهي فركتها كده زي ما انتم شايفين. نسيت اقول لكم ان ده نص كيلو. ومعايا السمنه اهي، دول 3 معالق من السمنه السايحه. هنزل بقى كده بالكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. حابه اقول لكم ان في ناس بتحطها تحت الشوايه كده، بتحطها في صينيه وتحطها تحت الشوايه، فانا بستسهل واحمرها كده على عين البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. احمرها كده وبعدين ايه هرجع لكم هوريها لكم. ومعايا هنا كده 3 معالق من السكر المطحون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حابه احط السكر قبل ما تتحمر، لان السكر هو اللي ايه يخليها تتحمر معاكم بسرعه. انا حطيت كده استكفيت ب3 معالق. حابه انت بقى هتزودي زودي، حابه تقللي في السكر هتقللي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا حمرتها كده وخلصتها. اظن اللون ده حلو قوي اهو. بصوا، لا هي اللي غامقه قوي ولا هي اللي ايه فاتحه قوي، بس اهم حاجه وانتي بتحمريها توطي النار خالص عليها عشان ما تتحرقش منها. انا هفضيها بقى في حاجه ومكانها كده هحمر الجلاش. معايا هنا كده يا حبايبي لفه كده من الجلاش نص كيلو. انا هاخد بس نصها، هاخد النص واخلي النص التاني. ومعايا نفس الحله اللي عملت فيها حمرت فيها الكنافه، هعمل فيها الجلاش. هقصقصه كده. بسم الله. هقصقصه يعني تقصقصه كده عشوائي واحمره. في طبعا ناس بتحمروا كده ايه في الفرن او تحت الشوايه، بس انا ايه بصراحه انا بستسهل ان انا احمر على البوتاجاز على طول. بقصقصه كده بسرعه. كده زي ما انتم شايفين قصقصت لفه الجلاش. انا لقيت نصها بصراحه ايه هيبقى قليل، فنزلت بالنص التاني. انت اول ما تعمليه كده هتحسي ان هو مكلكع منك وبيطرى منك كده في الحله، بس مع التقليب هينشف ويقرمش ويبقى ايه كانك عاملاه في الفرن او تحت الشوايه. زي ما انتم شايفين هو اتحمر اهوت. زي ما انتم شايفين هطفي بقى كده عليه واسيبه لغايه ما يبرد خالص. ومعايا هنا كده كوبايه من الكريم الشانتيه زي ما انتم شايفين كده هنزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي هو المتحده، ده خام بدون سكر. لما تحبي تجيبي قولي له انا عايزه المتحده اللي هو الخام بدون سكر. دي ميه كده ساقعه زي ما انتم شايفين مشبره، لازم تكون ساقعه جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده ايه شويه بشويه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا اسفه بقى عشان صوت الغساله بتفضي. اظبط كده شويه لغايه ما تفضي. بسم الله. دول كده معلقتين سكر مطحون، سكر بودره.
الكريمه دي من نوع الحلو زي ما قلت لكم ان هي المتحده. وبكده ايه خلصت ضربه اهو. احطها في التلاجة عشان تسقع عشان نجهز بقيه الحاجه. ومعايا الجلاش اهو بعد ما برد. بصوا انا حطيته تحت المروحه. بصوا سامعين القرمشه؟ بصوا حطيته كده تحت المروحه برد. وادي الكنافه اهي حمرتها زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. ومعايا هنا بقى ايه الرز بلبن. انا مرضيش ايه اوري لكم وانا بعمله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كلنا عارفين الرز بلبن بيتعمل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي انا سبت كل حاجه لما بردت وانا بعبيها بقى في الاطباق. هوريها لكم. هجهز بس الاطباق وارجع لكم. ومعايا العلب اهي زي ما انتم شايفين. انا اول حاجه هعملها هعبي كده ايه الرز بلبن. هخليه هو تحت. بسم الله. بس كده مش هكتر عشان لسه هحط الكنافه والجلاش. ومعايا هنا كده الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق كده رز وطبق جلاش. احط طبق كنافه. حطيت كده طبقه من الرز وطبقه من الجلاش. ومعايا هنا الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط طبقه كده ايه من الكنافه. وبعد كده ايه اجيب المانجا. ومعايا كده قطع المانجا كده زي ما انتم شايفين. احط كده ورصها. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده. هحط كمان طبقه من الكنافه. بسم الله. طبقه كمان من الجلاش. هجيب بقى طبقه كده ايه من الكريمه. احطها زي ما انتم شايفين كده. نحط طبقه كده من الكريمه اهي. سيحتها كده زي ما انتم شايفين. نجيب بقى هجيب طبقه كمان. من الكنافه. احط طبقه كمان من المانجا.
هعملها بقى كلها كده بنفس الطريقه، وبعد كده ايه هرجع لكم. ومعايا كده ايه نوتيلا، فضيتها كده في كيس كده، هخرمه من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك كده بشكل كده عشوائي. وكده زي ما انتم شايفين خلصنا اهو. فات طبعا ايه حبه رز وحطيتهم في الطواجن دي اهو، حبه الرز اللي فاضوا، ورحت حاطه على وشهم كده حبه قشطه وحطيتهم كده تحت الشوايه زي ما انتم شايفين. هاي حبايبي، يا رب بقى يكون الفيديو كده نال اعجابكم. بالله عليكم كده اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع مسمى باذن الله.